اهلا بيكم فيديو جديد. دلوقتي الفتره دي بتعاني شويه ان اعمال السوبر هيروز ما بقتش بتلاقي نفس النجاح والاقبال بتاع قبل كده، وده بسبب حاجات كتير قوي حصلت في اخر كام سنه، منها ان الافلام بقت جودتها تعبانه قوي، في اعمال كتير ملخبطه الناس، وكمان فكره دخول المسلسلات خلت الموضوع اصعب واصعب انك تكون متابع كل حاجه. فانت دلوقتي عايز تعرف هو انه باتمان اللي موجود على الساحه، انه جوكر اللي موجود على الساحه، انهي افلام مرتبطه ببعض وانهي ملهاش اي علاقه ببعض، ايه اصلا التطورات اللي حصلت في شركه دي سي في اخر كام سنه، وايه التغيير اللي حصل. فيلا بينا، انا عبد الله الاعصر، والنهارده هنتكلم عن كل حاجه تخص عالم دي سي. مبدئيا كده دي سي والكوميك بوكس بتاعتها وشخصياتها من زمان جدا، وفي افلام ومسلسلات وانيميشن كتير قوي قديم، منها اللي مرتبط ببعضه ومنها اللي لا. فاحنا اي حاجه قبل سنه 2000 مش هنتكلم عنها النهارده، هنتكلم عن الحاجات الكبيره والمشهوره اللي من بدايه الالفينات لحد النهارده، وايه فيها مرتبط ببعضه وايه لا. هتلاقي كل جروب كده او عالم مرتبط ببعضه هنتكلم عنه واخد لون معين في الفيديو، والفيديو هتلاقيه متقسم برضه، مفيش حاجه هتدخل في التانيه عشان ما تتلخبطش وتبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. نخلص من الحاجات الصغيره كده الاول اللي ما فيهاش اي لخبطه، واولها هي ثلاثيه ذا دارك نايت بتاعت كريستوفر نولان، واللي بدأت سنة 2005 في فيلم باتمان بيجنز، بعدها ذا دارك نايت سنة 2008، بعدين ذا دارك نايت رايزز سنة 2012. الثلاث افلام دول مكملين لبعض وفيهم نفس البطل اللي عمل باتمان وهو كريستيان بيل. وطبعا اشهرهم واقواهم هو الفيلم اللي في النص، فيلم ذا دارك نايت، اللي فيه شخصية تعتبر بالنسبة لكتير من الناس هي افضل تجسيد لشخصية الجوكر، وهو الممثل الراحل هيث ليدجر. الثلاث افلام دول عموما من اقوى الافلام اللي ممكن تتفرج عليها حتى لو كنت مش فان لافلام السوبر هيروز اصلا، لان اكتر حاجه مميزه فيهم انهم افلام دراما واكشن واقعيه، ما فيهاش اي حاجه خارقه ضد الطبيعه زي الحاجات التانية اللي فيها فضاء وطيران وكلام من ده. اخراج فوق الممتاز لكريستوفر نولان وتجسيد شخصيات رهيب من الممثلين، ثلاثيه جميله معموله لكل الناس ومترابطه مع بعضها وهتتبسطوا بيها. الحاجه التانية اللي مقفوله على بعضها واللي هنتكلم عنها وملهاش اي علاقه باي حاجه تانية من دي سي هو فيلم الجوكر بتاع 2019 والجزء الثاني منه اللي نزل في 2024. فكك بقى من الجزء الثاني، ده فيلم اي كلام خالص. الجزء الاول بتاع 2019 ده فيلم دراما نفسي فوق الرائع، بالنسبه لي ده من افضل افلام الاوريجين ستوري اللي شفتها او القصه الاصليه لبدايه الجوكر. تمثيل فوق الرائع من خواكين فينيكس وموسيقى تصويريه لا يمكن تتنسي، وبالفعل دول الفئتين اللي خد الفيلم عنهم اوسكار، لان هم دول اللي عملوا الفيلم على بعضه. كتير من الناس ممكن ما تحبش الفيلم ده قوي، بس ده من التوب 5 بالنسبه لي عموما في اكتر افلام انا بحبها شخصيا. نيجي لتالت جروب هنتكلم عنه النهارده، وبرضه صغير كده ومقفول على بعضه، وهو فيلم ذا باتمان اللي نزل في 2022، والجزء الثاني من الفيلم ده تحت الانتاج حاليا، والمفروض انه هيتعرض السنه الجايه 2027. الفيلم ده فيه باتمان الخاص بيه والجوكر وذا ريدلر وكات وومن وكل الشخصيات دي بابطال وممثلين خاصين بالعالم ده بس. وفيلم حلو قوي على فكره، ومعمول بجوده عاليه جدا وهدوء رهيب بدون تسرع في تطور شخصيه باتمان نفسها، وده اكتر فيلم قدم مدينه جوثام بالسوداويه والاجرام اللي يخلوك تحس قد ايه الوضع مزري في المدينه دي وانت بتتفرج. وقدم شخصيه ذا بينجوين الرهيبه اللي عملها كولين فارل، واللي من حلاوتها اتعمل لها مسلسل مشتق خاص بيها. يبقى ركز معايا كده، العالم ده عباره عن ايه؟ عباره عن فيلم ذا باتمان 2022، المسلسل المشتق ذا بينجوين 2024، وبعدها فيلم ذا باتمان 2 اللي هينزل قريب. عندنا بقى عالم تاني كمان مترابط ببعضه واللي بيتسمى الارو فيرس، وده عشان هو بيبدا بمسلسل ارو. العالم ده عباره عن مسلسلات وبس، وده اتعمل بالشراكه ما بين دي سي وما بين شبكه سي دبليو، وبيتكون من 7 مسلسلات: مسلسل ارو، بعدها ذا فلاش، سوبر جيرل، دي سي ليجندز اوف تومورو، بلاك لايتنينج، بات وومن، سوبرمان اند لويس. طريقه مشاهده العالم ده بقى معقده شويه ومش هحكيها هنا بالكامل، انت هتدخل تقول لي شات جي بي تي قول لي ترتيب الاروفيرس كامل عشان افهم كل حاجه بتحصل فيه. طب هتعمل كده ليه بقى؟ لانك لو عايز تتفرج على العالم ده فالمفروض انك هتتفرج بترتيب صدور الحلقات حلقه بحلقه، مش هتتفرج على مسلسل فيهم بالكامل وبعدين تشوف المسلسل اللي وراه، ولا هتشوف الموسم الاول من مسلسل كذا وبعدين الموسم الاول من التاني بعدين الموسم التاني من المسلسل التالت وهكذا. لا، هو الصح بتاعها انك هتكون بتشوف كذا مسلسل مع بعض في نفس الوقت وهتتفرج بترتيب صدور الحلقات واحده بواحده. وده بكل بساطه عشان المسلسلات دي بتيجي في حلقات معينه وبيحصل كروس اوفر، الاحداث بتتقابل مع بعض وبتكمل بعض، وده بيحصل تقريبا 6 مرات كبار ومعروفين خلال ال7 مسلسلات. فلو مهتم تتفرج على العالم ده من البدايه، نصيحه تشوف الترتيب الصح اللي يخليك تفهم كل الكروس اوفرز دي. في بقى عندنا كمان فيلم في 2004 اسمه كات وومن، ده فيلم مستقل بذاته ملوش علاقه باي حاجه تانية. عندنا كمان مسلسل سمولفيل، ده برضو مسلسل من 10 مواسم مستقل بذاته، ومسلسل تايتنز ده برضو مسلسل من 4 مواسم مستقل بذاته ملوش علاقه باي حاجه تانية.
نيجي بقى للجزء الاطول واللي بيتسمى عالم دي سي السينمائي المترابط او الدي سي اي يو او الدي سي اكستندد يونيفرس، وهنقول ترتيب افلامه واحده واحده كده من لما بدأ في 2013 لحد قرار انتهاء العالم ده في 2023. اول فيلم هو فيلم مان اوف ستيل واللي بيتكلم بشكل اساسي عن قصه سوبرمان. بعدها بنروح لفيلم باتمان فيرسس سوبرمان وبنشوف باتمان لاول مره، والفيلم ده الناس اختلفت عليه جدا وانا من الفريق اللي مش بيحبه وشايف الحبكه ضعيفه والفيلم مش مبني كويس اصلا. واخد بالك اصلا ان ده تاني فيلم في السلسله وبيجمع سوبرمان وباتمان، يعني مفيش صبر حتى اننا نعمل فيلم الباتمان لوحده ونقدم الشخصيه عدل الاول. الاستعجال ده كان سبب اساسي في انهيار العالم ده كله بعد كده. بعدها فيلم سوسايد سكواد في 2016، واحد من اسوأ افلام الكوميك بوكس اللي ممكن تشوفها عموما. بعدها بنروح لفيلم وندر وومن 2017 واللي قدم اول قصه كامله لشخصيه نسائيه في عالم دي سي. بعدها بنروح لفيلم جاستس ليج اللي عمل فرقه من الابطال مع بعض لاول مره في دي سي. ركز معايا بقى كده لان الفيلم ده فيه منه فيلمين او بمعنى اصح نسختين. مش هنحكي ايه قصه النسختين وليه اتعملوا اصلا، انا عامل فيديو من 4 سنين كنت بحكي فيه الموضوع ده، لكن خليك عارف دلوقتي ان كل نسخه منهم من مخرج مختلف. نسخه اسمها جاستس ليج وبس ودي الاقصر، ونسخه اسمها جاستس ليج زاك سنايدرز كات او نسخه المخرج زاك سنايدر، ودي النسخه الاطول وفيها نفس الاحداث بتاعه الفيلم التاني ولكن فوقيها اكتر بكتير، هي ضعف المده تقريبا، الفيلم تقريبا 4 ساعات. فانت في النقطه دي تتفرج على نسخه واحده بس من النسختين اللي تحبه بقى، لكن نصيحتي انك تتفرج على السنايدر كات الاطول وهي كفايه قوي واحسن من التانيه بكتير. بعدها عندنا فيلم اكوامان اللي كان واحد من اكتر الافلام اللي جابت فلوس لعالم دي سي. بعدها فيلم شازام اللي كان حاجه فور فن كده والتيمه بتاعته لايت خالص ومعمول عشان يضحك، وكان ناجح في ده ومختلف عن باقي الافلام على فكره. بعدها فيلم بيردز اوف براي اللي اتعمل مخصوص لشخصيه هارلي كوين وكان فيلم تحت العادي قوي. بعدها عندنا فيلم وندر وومن الجزء الثاني اللي بعنوان وندر وومن 1984، وده واحد من اسوأ الافلام اللي ممكن تشوفها في حياتك وفشل كفلوس وكرأي الجمهور والنقاد وكل حاجه. بعدها عندنا فيلم ذا سوسايد سكواد واللي هو الجزء الثاني من سوسايد سكواد بتاع 2016 لكن ما اسموش سوسايد سكواد 2 مثلا، وده بكل بساطه لانه بيستعر من الفيلم الاولاني الفاشل وبيحاول يقول انا الاصل، انا فيلم مختلف تماما. ودي حقيقه فعلا الفيلم ده افضل بكتير قوي من بتاع 2016، والفيلم ده من اخراج المخرج جيمس جان ودي كانت بدايه تعاونه مع عالم دي سي. بعدها بنروح لفيلم بلاك ادم، وللاسف في الفتره دي بدا يبقى واضح قوي ان عالم دي سي الناس مش مهتمه بيه وان الاعمال كلها بين المتوسط وتحت المتوسط والسيء قوي. ورغم ان الفيلم كان بطوله نجم شباك تذاكر زي ذا روك بس برضه الفيلم ما جابش النجاح المطلوب. وكمان كده في سنه 2022 يكون عدى سنين من اخر مره شفنا فيها سوبرمان او باتمان مهمين جوه الاحداث وليهم دور في اي حاجه. فحرفيا هم فين يا ريس؟ انت عملتهم ليه اصلا؟ دول المفروض الايقونات بتوع عالم دي سي. في الوقت ده كده من اواخر سنه 2022 طلع القرار من شركه وورنر براذرز ان دي سي تبقى عباره عن استوديو مستقل زيها زي مارفل كده، استوديو مستقل باداره منفصله لكن تحت رايه ديزني. وجابوا مين بقى يبقى مدير الاستوديو الجديد ده وصاحب الخطه الجايه؟ جابوا المخرج جيمس جان، الراجل اللي عمل تقريبا انجح ثلاثيات عالم مارفل وهي ثلاثيه جارديانز اوف ذا جالاكسي. قال لك بس يا سيدي دي سي هتبقى استوديو مستقل باداره واحده في ايد راجل واحد بيفهم وبيعرف يعمل مخطط على مدى بعيد، وهنبدا بدايه جديده تماما ونسيب كل الفشل اللي عمال يحصل في السنين اللي فاتت ده. غير ان في الوقت ده كان بين افليك ساب شخصيه باتمان وهنري كافيل ساب تمثيل سوبرمان، وازرا ميلر اللي بيعمل شخصيه فلاش كان متهم بقضايا اعتداء وتحرش، ده غير قضايا امبر هيرد مع جوني ديب اللي اثرت على سلسله اكوامان طبعا. المهم يا سيدي كان لسه باقي كام فيلم متخطط لهم وفي منهم متصورين اصلا من قبل كده فما كانوش هيرموهم في الزباله يعني، فقال لك هننزل بيهم في 2023 كلهم هنخلص منهم كلهم. بالتالي نزل في السنه دي فيلم شازام الجزء الثاني، بعدها نزل فيلم ذا فلاش اللي هو عباره عن محاوله فاشله جدا لاستخدام المالتيفيرس تقليدا لمارفل برضه، وبعدها نزل فيلم بلو بيتل، وفي نهايه 2023 نزل فيلم اكوامان الجزء الثاني واللي رسميا كان الفيلم رقم 15 والاخير في عالم دي سي. كده نكون ودعنا الدي سي اي يو خالص وهنروح لمرحله جديده تماما. في بس ملحوظه ان في مسلسل الموسم الاول بتاعه اتعمل في 2022 اسمه بيس ميكر، المسلسل ده مشتق من الفيلم ذا سوسايد سكواد اللي عمله جيمس جان اللي حكينا عنه. المسلسل ده مش مهم قوي في احداث العالم السينمائي اللي انتهى والمكون من 15 فيلم ده، لكن الموسم الثاني بتاعه هيبقى مهم كمان شويه وهبقى افهمك ليه. بناخد بقى سنه 2024 كلها اجازه من اي حاجه تخص عالم دي سي، ونرجع في 2025 نبدا السوفت ريبوت الجديد بتاع دي سي تحت اشراف كامل من جيمس جان، ويبدا العالم الجديد بتاعنا واللي هيبقى اسمه دي سي يونيفرس او دي سي يو، شالوا حرف الاي من باب التغيير يعني، واخد بالك. اول فيلم في العالم ده هو فيلم سوبرمان اللي نزل في نص سنه 2025 واللي بيقدم ممثل جديد بعالم جديد تماما بنشوف فيه شخصيه كلارك كنت والعالم الجديد اللي بتبدا فيه الاحداث. الفيلم فيه ناس حبته وفي ناس ما حبتش المود بتاعه خالص والالوان الكتير اللي غريبه شويه على عالم سوبرمان، بس انا شخصيا من الفريق اللي حب الفيلم ده وشلت من دماغي اي مقارنات وحبيت الممثل الجديد ومستني اشوف تطور شخصيته في كل الاعمال الجايه كمان. تاني حاجه معانا في الدي سي يو هو الموسم الثاني من مسلسل بيس ميكر، وده كلام رسمي من المخرج والمدير جيمس جان ان نهايه فيلم سوبرمان بتودي على طول على بدايه احداث بيس ميكر الموسم الثاني. تقول لي انت لسه قايل ان هو مجرد مسلسل مشتق ويخص العالم القديم اصلا؟
هقول لك ان هي دي الفكره وحته اللخبطه اللي في الموضوع بقى. انت لو ما كنتش شفت الموسم الاول بتاع بيس ميكر فممكن تدخل في الموسم الثاني على طول بعد ما تشوف فيلم سوبرمان، وفي اول حلقه هيديك ملخص 5 دقايق كده بكل اللي حصل قبل كده واللي هو ما عادش مهم خلاص وانتهى وسيبناه في العالم القديم. لكن رايي انا الشخصي لو عندك وقت انك تشوف الموسم الاول من بيس ميكر كامل عادي، لان الموسم الاول اصلا حلو ومسلي. انا شفته وقت ما نزل وحبيته وضحكت وانا بتفرج عليه، لكن خد بالك هو ريتد ار يعني للكبار فقط. فملخص الموضوع يعني عشان تكون متابع كل حاجه تخص عالم دي سي اللي شغال دلوقتي، هو انك هتشوف فيلم سوبرمان 2025، مسلسل بيس ميكر الموسم الثاني، وفي انتظار فيلم بعنوان سوبر جيرل هيكون في شهر 6 2026، وفي انتظار كمان بعدها مسلسل اسمه لانترنز هيكون في شهر 8 2026. بعدها كمان عندنا فيلم بعنوان كلاي فيس وهينزل في شهر 10 2026. اعتبرها حاجه اضافيه كده ليك انك تشوف فيلم ذا سوسايد سكواد ومسلسل بيس ميكر الموسم الاول. لو ما شفتهمش مفيش اي مشكله، امشي على الترتيب اللي انا لسه قايله من شويه ومش هيجرى اي حاجه، ومتابع معانا اللي بيحصل اول باول. بس كده ونكون قلنا كل حاجه تخص عالم دي سي حصلت في اخر 25 سنه تقريبا، وايه منهم مرتبط ببعض وايه ملوش علاقه ببعض وكل حاجه. عايزك تكتب لي في الكومنتات ضروري ايه اجمل عالم فيهم بالنسبه لك واكتر حاجه انت مهتم بيها، عشان ده هيترتب عليه محتوى جديد يخص دي سي نازل قريب. وطبعا لو وصلت لحد هنا احب اشكرك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو تحب تشوفنا تاني اعمل سبسكرايب، وهتلاقي اللينكات بتاعتي كلها في الديسكريبشن. وبس كده، سلام.